وقد ذكر محمد بن إسحاق في مغازيه من زيادات يونس بن بكير عن أبي خلدة خالد بن دينار قال حدثنا أبو العالية قال لما فتحنا تستر وجدنا في بلاد المشرق. نعم. لما فتحنا تستر وجدنا في بيت مال الهرمزان سريرا عليه رجل ميت. الهرمزان هو ملك الفرس. نعم. وجدنا في بيت مال الهرمزان سريرا عليه رجل ميت عند رأسه مصحف له، فأخذنا المصحف فحملناه إلى عمر بن الخطاب رضي الله عنه فدعا له كعبا فنسخه بالعربية. نعم. فأنا أول رجل من العرب قرأ. كعب يعني كعب الأحبار، لأنه من أحبار اليهود، من الله عليه بالإسلام فأسلم، صار من التابعين. نعم. فدعا له كعبا فنسخه بالعربية، فأنا أول رجل من العرب قرأته مثل ما أقرأ القرآن. فقلت لأبي العالية ما كان فيه؟ قال سيرتكم وأموركم ولحون كلامكم وما هو كائن بعد. قلت فما دانيال هذا نبي، دانيال هذا نبي، وعنده أخبار جاءته بالوحي من الله في فضل هذه الأمة سيرتها الأمة المحمدية. نعم. قلت فما صنعتم بالرجل؟ قال حفرنا بالنهار 13 قبرا متفرقة، فلما كان الليل دفناه وسوينا القبور كلها لنعميه على الناس لا ينبشونه. فقلت نعم. الصحابة رضي الله عنهم أخذوا هذه الجنازة، جنازة دانيال، أخذوها من على السرير الذي هو عليه وحفروا 13 قبرا من أجل أن يعموا على الناس معرفة قبره الخاص، فسووها كلها ودفنوها، وفي واحد منها دانيال لكنه ما يعرف أيها، فلم يعرفوه. فهذا فيه يعني حرص الصحابة على البعد عن الغلو في الأموات، وإن كانوا من الأنبياء. نعم. فلما كان الليل دفناه وسوينا القبور كلها. دفناه يعني في واحد من هذه القبور 13 ولا يدرى أيها. نعم. وسوينا القبور كلها لنعميه على الناس لا ينبشونه. وسوينا القبور كلها لنعميه على الناس لا ينبشونه. فقلت وما يرجون منه؟ قال كانت السماء إذا حبست عنهم أبرزوا السرير فيمطرون. فقلت نعم، كانوا إذا قحط المطر يخرجون سرير دانيال فيسقون المطر. نعم. فقلت من كنتم تظنون الرجل؟ قال رجل يقال له دانيال. فقلت منذ كم وجدتموه مات؟ قال منذ 300 سنة. قلت ما كان تغير منه شيء؟ قال لا إلا شعيرات من قفاه، إن لحوم الأنبياء لا تبليها الأرض ولا تأكلها السباع. نعم. ففي هذه القصة ما فعله المهاجرون والأنصار من تعمية قبره لئلا يفتتن به الناس ولم يبرز. في فعل المهاجرين والأنصار بدانيال، وأنهم عموا قبره على الناس لا يعرفونه قطعا لوسيلة الشرك. نعم. ففي هذه القصة ما فعله المهاجرون والأنصار من تعمية قبره لئلا يفتتن به الناس ولم يبرزوه للدعاء عنده والتبرك به، ولو ظفر به المتأخرون لجالدوا عليه بالسيوف ولعبدوه من دون الله. نعم. عموا قبره ما يدرى في أي القبور،
دفن من أجل ألا يعبد من دون الله. هذا ما عليه السلف الصالح من المحافظة على التوحيد وقطع وسائل الشرك حتى مع الأنبياء، فكيف بغيرهم؟ نعم. ولو ظفر به المتأخرون لجالدوا عليه بالسيوف ولعبدوه من دون الله، فهم قد اتخذوا من القبور أوثانا من لا يداني هذا ولا يقاربه. نعم، أخذوا من القبور أوثانا لمن لا يداني دانيال في الفضل ولا قريبا منه، وعبدوه من دون الله بزعمهم أنه رجل صالح وأنه يشفع لهم عند الله. هكذا زين لهم شياطين الإنس والجن. نعم.